بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأنا على النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل معاكم مربى المشمش، تفريز المشمش. هنعمل مربى وهنعمل كمبوت. ده هنا كوبايتين سكر بالمج دوت، حطيتهم هنا في الحلة دي زي ما انتم شايفين كده. بركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كوبايتين سكر على كوبايتين مية زي ما انتم شايفين اهو. دول 2 كيلو مشمش زي ما انتم شايفين كده اهو. هحط واحدة تاني، هعصر عليها ليمونة واحطها على النار. ديت الشربات اللي اعمل بيها الكمبوت او المشمش المخلل، يعني على حسب ما بيسموا كمبوت، مشمش مخلل، اي حاجة يعني. كل شيخ وليه ايه طريقة ان شاء الله كده. توكلنا على الله، من توكل على الله وحسبنا الله بلغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هحط الشربات على النار وايه، وهنشتغل بقى ايه في المشمش طبعا ايه. احطها على النار كده زي ما انتوا شايفين اهي. صرت عليها الليمونه، كوبايتين سكر وكوبايتين ايه ميه وعصره ليمونه. وده البرطمان اللي انا هحط فيه المشمش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة صلاة النبي. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. المشمش دول 2 كيلو مشمش. انا كنت جبت مشمش او كان حد جاب لي مشمش، فكل ما افتح واحدة لا ابعد عنكم كده فيها دود، فما طلعتش يمكن من ال2 كيلو واحدتين 3 كده. حابة اوريهم لكم حتى شكلهم مش حلو اللي طلعتهم منهم. زي بصوا دوت اللي كان لقيته كله فيه دود دوت عملته وبعد كده مش هينفع انا هرميه، يعني مش ملوش لازمه. فدولت 2 كيلو امتي اللي انا عملتهم. اعمل منهم مملى البرطمان دوت كمبوت. دي ميه سخنه بتغلي، هعقم بيها البرطمان زي ما انتوا شايفين كده، علشان يبقى مش ميه بتغلي عشان ايه اعقم البرطمان كده. وهسيبه بقى شويه لما ايه يعمل كده. وهنا ده بقيت يعني انا قسمت الكيلو على 2 نص، اعمله ال2 كيلو يا رب استغفر الله العظيم. 2 كيلو على 2، اعمل النص، اعمل كيلو مربى وكيلو ايه اعمله في الكمبوت. ماشي يا حبايبي. انا رميت اللي هو ايه اللي ملاقيته مش حلو، كل ما افتح واحده من عنكم كده مش حلو خالص فرميته. ودوت هي دي المربى. الكيلو حطيت عليه يعني يقولوا مثلا ايه نص كيلو سكر. هي جت مززه شويه بس هي كانت عايزه تاني سكر، هي مززه يعني. لو انتوا زي انتوا ما حابين يعني حابين تحطوا تزودوا السكر تزودوا، يعني مثلا الكيلو حطوا له كل الا ربع سكر. عايزينها مززه يبقى الكيلو حطوا له نص سكر. عايزينها مسكره قوي حط الكيلو كيلو سكر لو انتوا عايزين يعني. وعلى حسب المشمش يعني ايه، اما يكون حلو مستوي كده ما بيبقاش ايه مزز قوي يعني. انتوا شايفين كده اهو. بصوا، ولازم اشيل الريمه كلها ديت ما اخليش فيها ايه خالص، علشان بصوا بصوا ابتدت ايه تسيح اهي. المشمش ابتدى يسيح اهو زي ما انتوا شايفين وبيتهرس كده. شوفوا ده الريمه اللي انا شلتها. هصفي كل الريمه دي، مش هخلي فيه ايه ريمه خالص. ودي عصره ايه الليمونه زي ما انتوا شايفين كده نعصر عليها ايه ليمونه واخدين بالكم. بصي انا هتفضل بقى تستوي هوطي عليها واسيبها ايه لما تاكل نفسها خالص، ما تبقاش. بصوا عملت ازاي استوت اهي، بقت ايه 100. هنا بقى اجيب بقى مج بقى واحط فيه ميه وهنزل ايه ندعتين كده ايه
من السائل كده بتاع المربى زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، بصوا دي تعرفي المربى استوت ولا لا. بصوا نزلوا في القعر اهو، في قعر الكوبايه زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا هي كده ايه استوت. تطفي عنها ايه كده تعرفيها استوت لما تجيبي نص كوبايه ميه وتحط كده ايه، تنزلي حبه كده من السائل بتاعها. لو نزلت في القعر بصوا الريمه دي كده نزلت في القعر وما تفرشتش، لو تبقى نية تتفرش على وش الكوباية، مش نية تنزل في القعر من تحت. هنا رصيت الكيلو التاني في البرطمان دوت، وهنا الشربات اللي انا عاملاها بالسكر والليمون اهي بحطها كده عليه. وبراحتكم عايزين تحطوه في التلاجة حطوه، عايزين تسيبوه في المطبخ سيبوه، بس هو عايز ايه تغلقيه جامد يعني. تحط كيس، انا حطيت قفلت البرطمان من تحت الغطا بكيس بيبقى مغلق جامد عشان ما ياخدش هوا، عشان ايه ما يبص. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بركة ربنا وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا حبايب المربى يبقى بتاع بيت برطمان وبرطمان تاني اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وده ايه بصوا من قلب البرطمان عشان ياخد هوا لو في هوا ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الكيلو الميت مش عامل برطمانين صغيرين وكوباية زي ما انتوا شايفين كده. دي بركة ربنا وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك، اللي هو المرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك، وربنا يصلح حالنا وحالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.